لو انت دلوقتي موجود بتتفرج علينا في احد المدن اللي بتتعرض لغارات او لقصف نتيجة الظروف والتصاعد الاوضاع السياسية في منطقة الخليج، فالفيديو ده علشانك. احنا هنتكلم دلوقتي على الجهاز العصبي. جهازنا العصبي في وقت الحروب بيتحول لجهاز انذار، جرس انذار بيقول لك انه في خطر محيط. وبالتالي احنا عندنا طريقتين للتعامل مع الجهاز العصبي: وقت الغارة وما بعد الغارة. في وقت الغارة جهازنا العصبي محتاج يشتغل برد فعل سريع، وبالتالي احنا محتاجين قبل صفارة الانذار او ما بين صفارة الانذار وصفارة الانذار اللي بعديها ان احنا نجهز الخطة، ونقول الخطة دي للبالغين اللي موجودين في البيت وللاطفال. يعني هنعمل ايه يا ولاد؟ يا ولاد لما هنسمع صفارة الانذار هنتوجه الى المكان الفلاني، والمكان ده بيكون متفق عليه. ممكن ناخد بعض المؤن وبعض الاحتياجات الاساسية علشان نبقى مطمنين اكتر انه وقت الغارة هيكون عندنا ما نحتاج اليه وما نضطرش نتحرك كتير. بعد ما الغارة بتخلص جهازنا العصبي بيحتاج يرتاح، وبالتالي في مجموعة من الإرشادات أنا ممكن أنصح بيها. واحد، تمارين النفس. بنعملها إزاي تمارين النفس؟ ناخد نفس عميق لمدة 4 ثواني، 1 2 3 4. نكتم النفس في الرئتين لمدة 4 ثواني، 1 2 3 4. وبعدين نخرجه في 6 ثواني، 1 2 3 4 5 6 بالشكل التالي. ونكرر السايكل دي حوالي 5 ل6 مرات. طيب، الهدوء حاجة مهمة جدا للجهاز العصبي، فيفضل ان احنا نحافظ على بعض انواع الانشطة المحببة بعد الغارات، زي نكلم حد بنحبه، زي ان احنا نلون او نرسم لو دي واحدة من هواياتنا المفضلة، نشرب كوباية شاي مع مزيكا حلوة، نقرأ بعض من آيات القرآن الكريم في الشهر الفضيل. كل دي مجموعة من النصايح كل دي مجموعة من التوصيات نقدر نعملها ما بعد الغارات. أخيرا وليس آخرا، نحاول نقلل تعرضنا للنشرات الإخبارية، ونحافظ على مصدر واحد موثوق منه ناخد منه الأخبار، لأنك كل ما كترت الأخبار المزعجة كل ما ساعدت على أنه جهازك العصبي يصبح أكثر استثارة، وإحنا محتاجين نحافظ عليه في حالة هدوء لغاية ما تنتهي الأزمة. وربنا معاكم.